علشان يروح يديهولها. فعلي ما كانش مدي اخوانا وراح يعمل حاجة وراجع. فمنصور استغل الفرصة ديت وحط السم جوه الدواء وقفل الإزازة وكأنه ما عملش حاجة. وعلي من كتر انشغاله نسي إزازة الدواء في المحل وروح البيت. وتاني يوم الصبح راح ياخد الإزازة علشان يديها لبنت الحاكم. فبيفتح المحل لقى إزازة الدواء وقع على الأرض وجنب الإزازة فار كبير جدا ميت. فعلي قال الحمد لله إن أنا كنت عامل إزازة تانية من نفس الدواء. وفعلا علي خد إزازة الدواء التانية وراح بيها لقصر الحاكم. وعلي ادى للبنت من الدواء والحاكم طلب من علي إن هو يقعد ويراعي البنت طالما هو اللي عمل الدواء. وطبعا منصور لما عرف فرح جدا وقال إن كده علي مش هيخرج من قصر الحاكم إلا وهو ميت. وبعد كام يوم ينتشر الخبر المفرح بإن بنت الحاكم خفت وقامت بالسلامة واستردت صحتها تاني. وطبعا علي رجع لليلى بهدايا كتير جدا من الحاكم. وطبعا منصور ما كانش مصدق اللي بيسمعه خالص وبقى يقول ازاي بنت الحاكم خفت. ورجع بيته بسرعة وهو متضايق وغضبان وبقى يقول لمراته ازاي ده حصل. وهو بيتكلم مع مراته لقى الباب بيخبط عليه. فراحت مراته تفتح لقت علي وابو ليلى. ومنصور اتخض وخاف جدا ودخل علي وقال له انت ليه عملت كده؟ انا عملت معاك ايه وحش علشان تعمل معايا كده؟ فطبعا منصور بيستعبط وبيقول له انا عملت معاك ايه؟ ما عملتش معاك حاجه. فعلي قال له السم اللي حطيته في الدواء لبنت الحاكم علشان تموتها وطبعا الحاكم هيحكم عليا بالاعدام. فمنصور بكل بجاحه بيقول له ايه اللي عرفك ان ده سم؟ فابو ليلى رد عليه وقال له الفار اللي بعته ربنا لينا علشان نكتشف السم. وبعدها سابوه ومشوا. فمرات منصور قالت له ما انا قلت لك بلاش تأذي جارنا، هو ما عملناش اي حاجه وعلشان كمان ربنا ما بيرضاش بالظلم. ومنصور قعد كده وحس بالذنب وزعل جدا من نفسه. وتاني يوم راح لعلي علشان يعتذر له على اللي عمله. فعلي على طول سامحه وطلب منه ان هو يهتم بشغله ويركز فيه علشان يقدر يكبر شغله. وقال له كمان ان الرزق ده بتاع ربنا. فمنصور اعتذر له تاني وقال له انا اتعلمت الدرس. فعلي من كرم أخلاقه ادى المنصور شوية أعشاب طبية علشان يحطها في المحل بتاعه والزباين تكتر عنده. فمنصور خد الأعشاب ورجع المحل بتاعه وهو مكسوف جدا من نفسه وقال ازاي إن أنا كنت هعمل كده مع راجل شهم. وقعد يستغفر ربنا على الذنب اللي عمله. أما علي فاتشهر جدا جدا وبقى الطبيب الخاص لأسرة الحاكم وكانوا كل كبارات البلد كانوا بيجوا لعلي. وأما منصور بقى صديق وافي جدا لعلي. وهنا خلصت حكايتنا. والعبرة من القصة إن احنا متعاملش مع الناس من الظاهر، الأول نشوف معدنهم الأصيل.